من أكبر العيب، من أكبر الخزي، أن يتقوى أو يستقوي أو ينفش ريشاته، مثل ما نقول ينفش ريشاته اللي داسوا الأمريكان على راسه، على الرجال الذين قارعوا الاحتلال الأمريكي. كل رجل في العراق ما بعد 2003 انداس على راسه بالبسطان الأمريكي إلا الرجال الذين ما رضوا بالاحتلال وما رضوا بالظلم وما رضوا بالضيم وقارعوا الاحتلال الأمريكي. أما أي واحد ما قارع الاحتلال الأمريكي وما كان له يد بمقاومة الاحتلال الأمريكي فهذا لا يعد من الرجال. المصايب أنه وقع بعض الرجال أسرى في يد من؟ في يد أذناب الأمريكان. هذول اللي داسوا الأمريكان على رؤوسهم يستقون وينفشون ريشاتهم على من؟ على الرجال الذين قارعوا الاحتلال الأمريكي، يعني الثعالب والواوية.